صباح الخير. اي حد عنده لتر من الحليب هيقدر يعمل الوصفه ديت. وصفه النهارده من الحلويات البارده اقتصاديه، مكوناتها موجوده في كل بيت. هي حاجه ما بين الكريم كراميل والكاسترد. بس قبل ما نبدا الفيديو، اول مره تشوفني، انا اسمي احمد المرغني. ما تنسوش تشتركوا في القناه واعمل لايك وشير لو عجبك الفيديو. وهنا هجيب حله انزل فيها حته زبده كبيره حوالي نص كوبايه. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تسيح خالص، وبعد كده هنزل عليها كوبايه من الدقيق وتقعد تستخدمها او اي حاجه. هفضل اقلب الدقيق مع الزبده كده لحد ما احمر الدقيق. انا مش عايز الدقيق يبقى ني عشان يبقى طعمه ما يبقاش باين. وزي ما انتوا شايفين كده بفضل اقلب فيه كده كويس لحد ما يفك كده خالص. وهنزل عليه بلتر من الحليب، حليب سخن. هفضل اقلب فيه كده كويس. الحليب السخن هيفك كل التكتلات اللي موجوده فيه. ببدا انزل بالحليب واحده واحده، انزل بشويه واقلب لحد ما يفك. اهم حاجه افضل مستمر في التقليب. وزي ما انتوا شايفين كده هو ده القوام اللي انا عايز اوصله. وبعد كده هنزل عليه بنص كوبايه من السكر. هفضل اقلب فيها كده كويس. هو ده القوام اللي كويس اللي عايزين نوصله. هفضل اقلب كده كويس جدا. وبعد كده هنزل عليها بمعلقه واحده كبيره من الفانيليا، واقلبها كده تقلبتين وكده تبقى خلاص طبقه كريميه كده معايا جاهزه. هفضيها في اي حاجه عندي، في صينيه، في بايركس، في اي حاجه، في قوالب زي ما تحبوا، في اطباق زي ما انتوا حابين. وبعد كده هبدا احضر الكراميل. معايا حوالي كوبايتين من الميه، وهنزل عليهم معلقتين من النشا. هقلب الميه في النشا كده واسيبها على جنب. بعد كده هبدا احضر الكراميل بتاعي. معايا كوبايتين من السكر، هنزل فيهم في اي حاجه ستانلس عشان ابقى شايف الكراميل اللي هو بيتحمر. هسيبه كده على النار من غير ما اقلبه او اجي جنبه. واول ما يبدا يتكرمل كده هفضل اقلب فيه. اهم حاجه افضل اقلب فيه كده كويس عشان ما يتحرقش، ومش عايز يبقى لونه غامق. هنزل عليها بالميه بالنشا واحده واحده. هفضل اقلب فيها كده وافضل مستمر في التقليب عشان هتتقل معايا. المهم مع التقليب هيفضل يفك زي ما انتوا شايفينه كده. هيفضل يغلي على النار. هسيبه لمده 10 دقايق لحد ما تقل الميه دي خالص ويبقى صوص كراميل. وهو ده القوام اللي انا عايزه. بعد كده هفضيها على طبق الكريميه اللي انا عملتها وادخلها التلاجة حوالي ساعه. وهي بصراحه كان شكلها تحفه جدا، شكلها حلو جدا. بعد كده هبدا اقطعها، بس للاسف لما جيت اقطعها ما كانتش لسه مسكت كويس، فالمفروض كنت سبتها مده اطول. فما حبيتش ان انا ارجعها التلاجة تاني بصراحه، فقلت اقطعها. وده كان شكلها لما قطعتها، هي ما كانتش لحقت مسكت. حاولوا تسيبوها مده اطول في التلاجة، بس هي كان طعمها تحفه جدا. بصراحه ما كنتش قادر اقاوم طعمها. كان طعمها حلو قوي، وشكلها كان كمان حلو قوي في الصينيه. وهنا كنت بدوقها بصراحه، مع اول معلقه اكلتها كان طعمها حلو جدا. هي شكلها كمان حلو، كمان ما بين الكريم كراميل والكاسترد. جربوها هتعجبكم. شكرا ليكم اللي اتفرجوا للاخر. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو.